هنجيب بولة ونحط فيها البيضة بالشكل ده كده، ونحط معلقة سكر، معلقة ملح، معلقة خميرة فورية، كوباية ونص حليب، ويكون حليب دافي. وأقلب المكونات بتاعتي كده، وأحط كوباية ونص دقيق بالكوباية المعيارية أو المج بتاع الشاي. وأقلب بقى المكونات بتاعتي كده لحد ما تديني القوام اللي انتوا شايفينه، واسيبها بقى على جنب تخمر. واحضر بقى المكونات اللي انا هضيفها على الفطاير بتاعتنا النهارده. معانا كده قرنين فلفل حامي، هقطعها حلقات صغيرة كده. تمام. معانا بصل اخضر. اللي لسه ما حطليش اللايك يحط اللايك ويشترك في القناة ويفعل الجرس، يكتب لي كومنت بيتفرج عليا من انهي بلد. وجربوها هتنفعكم جدا جنب الفطار في السحور، تحفة بجد. معانا حبة طماطم فيها كل المكونات والعناصر الغذائية. تمام. لو كلتيها بس كده جنب كوباية شاي في السحور بتكفي طبعا، لان فيها بيض ولبن وفيها خضار، فيها كل حاجة، فيها نشويات، فيها سكريات. معانا كده بصلاية صغيرة هنفرمها فرم ناعم بالشكل ده كده. تمام. مين اللي لسه ناقص اللايك يحط لي اللايك. هنجيب بطاطساية ونبشرها كده بالمبشرة. فيها عناصر كتيرة قوي، الأكلة دي جميلة جدا هتعجبكم. معانا جبنا بقى الدقيق بتاعنا، قصدي المكونات بتاعتنا بعد ما خمرت. وهحط عليها الخضار كده بعد ما قطعناه. بس قبل ما نحط الخضار نقلب طبعا العجينة بتاعتنا. ونحط كوباية جبنة موتزاريلا او نص كوباية اللي متوفر عندك، اي نوع جبنة. نجيب طاسة بقى كده سخنة على النار، ونمسحها مسحة زيت، زيت زيتون يفضل، او زيت عادي مفيش اي مشكلة. على فكرة اكلة صحية وحلوة قوي. ونبتدي بقى ايه نفرد كده الفطاير بتاعتنا عشان نسويها. عايزة اقول لكم الريحة وانا بعملها تحفة، وطعمها خطير بجد. اول ما تحس ان هي من تحت كده خلاص ابتدت تتحرك في الطاسة، اقلبيها على الناحية التانية. تمام كده. هنسوي مع بعض كذا واحدة عشان اوريكم طريقة التسوية. فظيعة بجد، مغذية للأطفال. جنب الفطار ممكن تاكليها، في السحور تاكليها، يعني مشبعة وحلوة قوي. تمام كده. نعمل بقى مع بعض واحدة تاني. اهو بالشكل ده كده. تمام. اعملي بقى المقاس اللي انت عايزاه، انا عاملاها صغيرة ايه مش كبيرة قوي. اهو. لقينا بقى من تحت كده نروح قلبنا، هتتقلب معاكي بكل سهولة. تفضلي بقى تقلبيها على الناحيتين كده لحد ايه ما تستوي معاكي وتاخد اللون اللي انت حباه. تمام كده. اكتبوا لي في الكومنتات رأيكم ايه فيها، ولو حد فيكم عملها وجربها يقول لي. اكتبوا لي بتتفرجي عليا من انهي بلد. تمام. واعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان اكبر بيكم بدعمكم وصل لكم منا كل جديد. عايزة اقول لكم طريقة حلوة قوي وجديدة هتعجب ولادكم جدا. حتى لما بياكلش البيض هياكل البيض في الفطاير دي. ريحتها بقى تحفة بجد.
يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. تمام كده خلصنا. رائعة رائعة بجد. هقطعها بقى كده ونشوفها مع بعض. عايزة اقول لكم وانا واقفة يعني كلت واحدة بجد تحفة. شايفين شكلها عامل ازاي، هشة وطرية وجميلة جدا. اسيبكم في رعاية الله احلى واغلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.